مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. تعالوا نعمل النهارده بقى الشريك الفلاحي باسهل وانجح طريقه. هيطلع معاكي هش وطري، وكمان العجينه قطنيه وحلوه قوي وطعمها هيجنن. وبالطين بس هتعملي كميه حلوه قوي، وبيبقى حلو قوي يا جماعه في الفطار، خفيف كده وحلو مع مج الشاي او النسكافيه بتاعنا. وكمان حلو جدا للاطفال في اللانش بوكس، هيحبوه قوي. او ممكن نرش عليه كده شويه سكر بودره، بيبقى لذيذ لذيذه بجد، لازم تجربوه. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة طبعا لاي معجنات بحب اعملها لازم اختبر الخميرة الاول. عندي نص كوباية من المية الدافية، حطيت عليها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلبهم بقى مع بعض كده واسيبهم لحد ما الخميره تتفاعل واتاكد انها شغاله كويس. عندي بقى كيلو من الدقيق، شلت منه نص كوبايه على جنب كده علشان اما اشوف المكون من العجينه هيحتاج تاني ولا لا. عندي معلقتين كبار من اللبن البودر، وعندي 4 معالق كبار من السكر، ونص كوبايه من الزيت، وكمان عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا، ورشه من الملح، وبيضتين. ودي بقى الخميره يا جماعه بعد ما تفاعلت. شايفين بقى الفوم اللي على الوش ده؟ هي كده الخميره حلوه قوي وشغاله. ودلوقتي بقى هنزل بالخميره كده على الدقيق واقلبها تقليبه سريعه، وبعدين هنزل بباقي المكونات الجافه، اللبن البودر والسكر وكمان الفانيليا والبيكنج باودر والملح، وهديهم تقليبه كده. وبعدين هنزل بالبيض كده في النص، وبعدين هبدا بقى اقلب كده كله على بعضه. ودلوقتي بقى هنزل بنص كوباية الزيت، وبعدين هضيف كوباية ونص من المية الدافية. طبعا تقدروا تعجنوا بالحليب وتستغنوا تماما عن معلقتين اللبن البودر. انا ضفت اللبن البودر علشان هعجن بالمية، فلو عايزين تعجنوا بالحليب هتستغنوا عن اللبن البودر. ضفت بقى باقي الدقيق اللي كنت شايلاه على جنب، لان حسيت العجينة محتاجة دقيق، فطبعا احنا بنشيل شوية كده على جنب احتياطي علشان لو العجينة احتاجت بنزود لها كده لحد ما العجينة تلم معانا وبتبقى طرية كده زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما العجينة اتلمت نزلت عليها معلقتين كبار من الزبدة، يعني مكعبين كده، وهنبدأ بقى نعجنها تاني. طبعا في الاول هتبقى بتلزق، وبعدين هتبدأ تلم معاكوا تاني، وهتبقى عجينة حلوة قوي قوي وطرية. شايفين هي لسه هنا محتاجة عجن تاني، فانا هكمل عجن كده. هي تقريبا بتاخد 10 دقايق عجن. تقدروا طبعا تستخدموا العجان لو حابين، بس انا طبعا حبيت اعملها معاكم كده على ايدي علشان الناس اللي ما عندهاش عجان تقدر تعملها بقى بكل سهولة. وبعدين بقى هنفضل نعجن فيها لحد ما العجينة تلم معانا، بتبقى طرية كده ما بتلزقش في الايد خالص. وبعدين هنغطيها كده بستريتش او اي كيس، وهنحطها بقى كده في الفرن جنب اللمبة. بشغل الفرن كده 5 دقايق وبعدين بطفيه واحطها كده جنب اللمبة، بتخمر بسرعة جدا. هنبدأ بقى نلم العجينة كده ونطلع منها اي هواء، وبعدين هنقطعها كده على شكل كرات متوسطة كده، ولا كبيرة ولا صغيرة. وبعدين هنغطيهم كده ونسيبهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق بس علشان اقدر اتحكم فيها وتتفرد معايا بكل سهولة. وبعد ال10 دقايق هاخد اول كورة كورتها وهبدأ ابرمها كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. وبعدين بعد ما ابرمها كويس هبدأ بقى الفها رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبخلي اخر الطرف كده تحتها. هعمل معاكم واحدة كمان اهوت ببرمها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين باخد طرف وابدأ الف رول بالشكل ده كده، وبعدين باخد الطرف واحطه من تحت زي ما انتوا شايفين، وبرجع بقى احطه في الصاج. وطبعا لما نحطها بقى في الصاج بنخلي الجزء اللي احنا حطيناه تحت ده اللي هو الطرف بيكون من تحت، وده الشكل بتاعها في الاخر. تعالوا بقى عشان نعمل الشكل التاني اللي هو شكل الوردة. يبقى كده عملنا اول شكل، وده تاني شكل معانا. باخد قطعة من العجين واقسمها على 2، واخد كل قطعة منهم وابرمها بنفس الشكل ده. وبعدين هلزق الاتنين في بعض كده، وهبدأ الفهم على بعض زي كأني كده بعمل ضفيرة. وبعدين ببدأ الفهم رول برضو بنفس الطريقة، واخد الطرف واحطه من تحت وبس كده. وده بقى شكلها في الاخر زي ما انتوا شايفين، بتديني شكل الوردة. هعمل معاكم واحدة تاني، هاخد قطعة عجين واقسمها على 2، واخد كل جزء منها وهبرمه بالشكل ده ويكونوا قد بعض. وبعدين بعد ما برمتهم كده قد بعض هاخد الطرف ده وهلزقه على الطرف ده، وبعدين هبدأ الفهم على بعض كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هاخد الطرف وابدأ الف رول، واخد الطرف التاني الاخير وهحطه من تحت وبس كده. تعالوا عشان نعمل الشكل التالت. عندي هنا 3 قطع من العجين، يعني خدت كرة وقسمتها على 3، وهاخد بقى كل قطعة كده وهبرمها، واهم حاجة يكونوا قد بعض يعني نفس الطول. وهبدأ بقى اخد كل طرف وهلزقه في التاني زي ما انتوا شايفين. هاخد ال3 اطراف وهلزقهم في بعض، وبعدين هبدأ
اضفر بقى كاني بعمل ضفيره بجد. باخد واحده يمين واحده شمال واحده في النص كده يعني. وبعدين هاتني بقى الطرف ده والطرف ده لتحت علشان ما يفكوش مني، وهيديني بقى الشكل الضفيره اللي انتوا شفتوه في الاخر. هعمل معاكم واحده كمان، هاخد 3 قطع وهبرمهم قد بعض، وبعد ما يكونوا قد بعض كده هلزق بقى الثلاث اطراف في بعض، وبعدين هبدأ اضفرهم زي ما انتوا شايفين، واحدة يمين وواحدة شمال وهكذا لحد ما بوصل للاخر. وبعدين بتني الطرفين لتحت وبرجع بقى احطها في الصاج زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. الطريقه سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه، واي حد يقدر يعملها بكل سهوله. بغطيها بقى واسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين. وده طبعا اول صاج عملته. جبت بقى نص كوبايه من اللبن الحليب وحطيت عليهم معلقتين من السكر وقلبتهم كويس، وبعدين دهنت وش الشريك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وممكن بقى تضيفوا لها شويه سمسم، شويه حبه البركه زي ما انتوا حابين، او ممكن تسيبوه ساده خالص بدون اي اضافات، بيبقى حلو قوي. هندخله بقى الفرن على درجه حراره 200 الرف الاوسط لحد ما يحمر معانا وياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو ما اخدش لون من فوق تقدروا تولعوا عليه الشوايه لمده 5 دقايق وهيطلع معاكم تحفه. شايفين بقى الشريك طالع شكله حلو ازاي؟ بجد تحفه. وطبعا دي كانت نص الكمية بس، يعني انا عملت النص والباقي التاني هكمله بعدين عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين بقى يا جماعة مستوي ازاي من فوق ومن تحت، ولونه حلو جدا، ومن غير بقى ما ندهن وشه بالبيض ولا حاجة هو طالع لونه تحفة. وما شاء الله بيعمل كمية حلوة جدا، يعني الكيلو هيعمل معاكم كمية اكبر من ديت، يعني تقريبا ضعفها، لان انا عملت نص الكمية بس. وكل دوت يا جماعة ببيضتين بس. وشايفين بقى الشريك طالع حلو ازاي يا جماعة؟ شايفين الهشاشة اللي جوه دي؟ شايفين قطنة بجد، طري جدا وحلو قوي قوي. شايفين بقى التوريقة دي طبعا بسبب اللفة اللي احنا بنعملها ديت. جميل يا جماعة بجد، لازم تجربوا. ودي طبعا الشكل التاني بتاعنا اللي هو على شكل ضفيرة، حلو قوي قوي. ممكن بقى نضيف له كده شوية سكر بودرة على الوش، طبعا بيبقى لذيذ جدا وشكله كمان بيبقى حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبس خلاص كده بقى عملنا احلى شريك بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هيطلع معانا هش وقطني وطعمه يجنن. وعملناه ب3 اشكال مختلفة، تقدروا تختاروا الشكل اللي عجبكم او تعملوا ال3 هيبقوا حلوين قوي. وجربوه بقى واتمنى يعجبكم. ولايك بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.